السلام عليكم. أنا آية ودي قناتي لمسة كروشيه. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طريقة القلب بالكروشيه. هو ينفع ميدالية، ممكن تعلقيه. إن شاء الله هعمله معاكي خطوة بخطوة وهتبقي محترفة فيه. أول حاجة أنا هستخدم خيط. الخيط اللي أنا هستخدمه النهاردة هو خيط كليم. خيط الكليم بيتقال عنه كمان خيط التيشيرت. خيط التيشيرت ده فيه منه كذا سمك. ده سمك هوريكي وانا بشتغل الاختلاف سمك الخيط بيعمل يعني القلب او القطعة عموما شكلها بيبقى عامل ازاي. يعني مثلا ده سمك مطلع القلب كبير شوية، وكمان الغرزة هنا مختلفة وانا هشرح لكم الاختلاف في ايه بس في اخر الفيديو. وده قلب وده قلب. ايه الاختلاف هنا؟ هو نفس يعني نفس الطريقة دي، هي نفس الطريقة دي، بس الفكرة انه هنا سمك الخيط رفيع جدا، يعني مش سميك قوي ومش رفيع قوي، وبالتالي انا استخدمت معاه ابرة مقاس 5 اللي هو كان السمك بتاعه يعني مش صغير، متوسط. مثلا القلب ده اللي هو اصلا سمك الخيط ده، انا هوريكم السمك بتاعه ثواني. ده السمك بتاع القلب الاحمر، مش عارفة واضح سمكه ولا لا. استخدمت معاه ابرة رقم 6. النهاردة مثلا الخيط اللي انا هستخدمه، ثواني اود الاحمر. الخيط اللي انا هستخدمه النهاردة هستخدم معاه ابرة رقم 8. تمام. ده برضو نفس الطريقة بتاعت الاحمر وبتاعت البيبي بلو، بس سمك خيط مختلف اداني النتيجة هنا مختلفة. الشكل قصدي يعني مساحته، هو هنا صغير، هنا اكبر شوية، هنا اكبر شوية، هنا اكبر شوية، يعني مقاسات مختلفة وكلها سمك خيط واحد. وكمان حابة اقول حاجة، مثلا الخيط ده هو الخيط ده، هياها نفس الطريقة ونفس الغرز، بس الفكرة في انه هنا استخدمت ابرة مقاس 4.5 والباقي استخدمت معاه ابرة مقاس 5، فطلع لي هنا كبير شوية وهنا صغير شوية. هي دي الفكرة. خيط الكليم اللي هو خيط التيشيرت، انت لو استخدمت معاه الابرة الصح هيطلع لك الشغل مثلا مفرود زي كده، شكله الى حد ما له كبير وله صغير. انا هنا استخدمت ابرة مقاس اصغر شوية طلعه لي اصغر شوية، استخدمت ابرة مناسبة طلع لي مقاس مناسب، ابرة مناسبة طلع لي مقاس مناسب، وهكذا. يعني انا عاملة مقاسات كتير وقصدت ان انا اوريه لكم في الفيديو علشان تعرفوا اختلاف مقاسات الخيط مع اختلاف مقاسات الابر بيطلع لك نتيجة شكلها عامل ازاي. النهاردة ان شاء الله الطريقة اللي انا هكلمكم عليها هقول لكم، انا هوضح لكم فرق، يعني الفرق بتاع الابر، فرق انا اسفة فرق الغرز طلع نتيجة مختلفة ازاي، بس هتفهموها اكتر في الشغل. تمام، يلا نسمي الله ونبتدي وهتفهموا انا قصدي ايه، وهشرح لكم وانا برضو شغاله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. النهارده انا هستخدم ابره مقاس 8 وهحتاج ابره كمان مقاس صغير، اي مقاس مش شرط، يعني اللي انا جايباها 4.5 ومقص. بس هنعمل ايه؟ نعمل العقده المخفيه. مبدئيا اللي حابب يتعلم العقده المخفيه وطريقه السلسله والعمود بلفه والعمود بلفتين، كل حاجه في اساسيات الكروشيه انا عامله سلسله تعليميه في هنا في القناة هتلاقوها، خشوا وتعلموا من الاول واحنا مع بعض خطوة بخطوة. هنعمل العقدة المخفية. احنا هنا كنت انا علمتكم في الاول اللي متابع معايا ان احنا ازاي بنعمل العقدة. هنا بقى هنعمل ايه؟ عادي اهو، خليني هنا على صبعين، لفيت هنا لفتين، مسكت هنا كده ولفتين اهو، هاجي اشد الخيط، انا لفتها بالعكس اهو. انا بقى مش هشيل صبعي علشان خاطر انا مش هقفل العقدة، لا ده انا هعمل مخفية. المخفية بتتعمل ازاي؟ هاخد بقية الخيط وارتفع السلسلة، خلاص هطلع صوابعي من العقدة
انا هكررها تاني لان اللي مش عارف يعملها يمشي معايا خطوة بخطوة. مسكت هنا طرف الخيط الصغير كده وثبته، وبعدين لفيته تاني لفة كمان على صبعي، دخلت الابرة، خدت كده رفعت بقى لفوق، وهعمل بس سلسلة كمان. انا بقى لو شديت كده وضيقت يبقى كده اسمها عقدة بداية، لا انا عايزاها مفتوحة كده، كده اسمها ايه؟ مخفية. طب انا هرتفع 3 سلاسل، انا كده بالفعل احنا عملنا اول سلسلة فهنرتفع كمان 2، يبقى ده 1 2 كده انا معايا 3 سلاسل، 1 2 3. هعمل 2 غرزة عمود بلفتين، 2 العمود بلفة، هنعمل لفة واحدة كده وبنخش، وانا معلماكم الطريقة في فيديو برضو اللي عايز يرجع له، وبطلع من الاتنين وبطلع كمان من 2. دي العمود بلفة اللي انا شغالة بها كل القلوب اللي قدامكم هنا ما عدا ده اللي انا هعمل بيه الطريقة النهاردة. انا قصدت اعمل العمود بلفتين معاكم عشان حاجة واحدة، لان هو فانا هنا هنعمل هنا الطريقة بتاعتنا النهاردة هتبقى عمود بلفتين، يعني 1 2 نخش في الدايرة اللي هنا. قبل ما نخش هنا في الدايرة الحبل اللي هو الصغير، الفتلة الصغيرة دي ماسكينها في ايدنا الشمال عشان هنضيق بيها، فعايزينها تحت الشغل. هندخل هنشد الخيط ونطلع لبره، هناخد الخيط هنا على الابرة ونطلع من 2، هيتبقى معانا 3 على الابرة، هنسحب الخيط كمان ونطلع من 2، هيتبقى معانا على الابرة 2، هنسحب ونطلع كده. كده العمود بلفتين. طب نعمل كمان عمود بلفتين، ادي 1 2 سحبت وطلعت من 2، سحبت وطلعت من 2، وكمان هسحب واطلع من 2. طب انا كده عملت عمودين بلفتين، هعمل ايه بقى؟ هعمل 3 عواميد بلفة واحدة، يعني هناخد ادي لفة، هنعمل 3 1 كده اهو، نعمل التاني لفة واحدة على الابرة، دخلت في الدايرة، شديت الخيط سحبته على الابرة، خدته طلعت من 2 وكمان طلعت من 2. انا كده عملت عمودين، هنعمل التالت. لفيت الخيط على الابرة، دخلت في الدايرة السحرية، طلعت من 2 وكمان 2. اشرح انا عملت ايه هنا كده سريعا. انا عملت الدايرة السحرية، كل شغلي هيبقى على اللي هي الفتلة الصغيرة دي عشان نداريها تحت الشغل. بعدين ارتفعت 3 سلاسل، وبعد ما ارتفعت ال3 سلاسل عملت عمودين بلفتين، وبعدين 3 عواميد بلفة واحدة. خلصت كده عندي هنا 1 2 3 4 5 والثلاث سلاسل 6. اللي مش عايز يحسب ال3 سلاسل ويلخبط نفسه مفيش مشكلة. واللي لسه بتعمل القلب يا ريت تعمله بإبرة كبيرة وخيط يكون اللي هو خيط التيشيرت او خيط الكريم، علشان خاطر ما تتلخبطيش ويعني تتعقدي. يعني اعملي بخيط كبير الاول، وبعدين ارتفع سلسلتين، مش هعمل اي حاجة، هكرر نفس الشغل بالعكس، يعني كل حاجة في المقابل ليها زيها. بمعنى انا عملت هنا سلسلتين، طيب هنا اخر حاجة انا اشتغلتها 3 عمود بلفة واحدة، يبقى هشتغل قبالهم 3 عمود بلفة واحدة. دخلت في الدايرة السحرية زي ما قلت لكم، واهم حاجة ده انا ماسكاه وفي نفس الوقت شغالة عليه، يعني هو مدري تحت الشغل اهو. عمود بلفة كمان كده 2، كده انا عملت 3 عمود بلفة، يبقى لسه كمان عمودين بلفتين. هلف مرتين على الابرة واخش في الدايرة واطلع معايا كده 1 2 3 4، هشد الخيط واطلع من 2، يتبقى معايا 3، اشد الخيط واطلع من 2،
بقى معايا 2 برضو، اشد الخيط واطلع منهم كلهم الاتنين دول، يبقى لسه كمان 1. طيب هو خلاص بدأ الشكل بتاعي القلب يظهر. هرتفع بس 3 سلاسل، اللي انا اصلا ابتديت هنا ب3 سلاسل، وانا قلت ان احنا الجنب ده هيبقى نفسه بالمقابل الناحية التانية بالظبط، يعني كمان 2 3 ارتفعت 3 سلاسل. هعمل ايه بقى؟ هنزل بال3 سلاسل اخش جوه الدايرة السحرية اهو، اعمل منزلقة كده. المنزلقة ازاي؟ انا وريتها لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، ارجعوا لها. ثواني بس، الخيط طلع اهو. انا اصلا شغاله على الخيط لو تاخدوا بالكم، داير ما يدور اهو تحت الشغل هنا مستخبي اهو. هخش بقى اعمل منزلقه. مسكت الخيط بايدي اهو عشان ما يطلعش تاني. انا كده طلعت بمنزلقه، ضيقت بس. هطلع الابره. هعمل ايه بقى؟ نترك ده على جنب خالص. الفتلة الصغيرة هنا هنشدها كويس قوي قوي علشان نضيق اللي هي الدايرة السحرية. بس خدوا بالكم، يعني هي عادة تتشد كويس جدا، بس وانتوا بتشدوا كويس جدا، يعني لو شديتوا قوي قوي هتتقطع منكم الخيط. فبس يعني اللي هو بالراحة وجامد في نفس الوقت، فاهمين قصدي؟ اهي ضايقت اهي. طيب انا عملت المنزلقة. هعمل ايه بقى؟ اجيب بس المقص واقص الخيط. خلاص انا كده الخيط مش عايزاه. انا بعد ما عملت المنزلقة هشد الخيط لفوق اهو. انا لسه هضيق كمان مرة، بس هعمل ايه؟ الخيط اللي طالع اللي انا قصيته اللي انا قفلت بيه بمنزلقة هدخله كده وارجعه لورا. هظبط شكل القلب. يلا بقى نقفل تقفيل كويس. الخيط بقى اللي طلع مننا ده الاول اوريكم الشكل اهو. هنا كبير كبير ليه؟ لان انا عملت العواميد اللي هنا الاول عمود بلفتين، ورجعت تاني عملت عمود بلفتين. طب هنا بقى عملت عمود بلفة عمود بلفة عمود بلفة، اللي هو العمود بلفة اللي عملته تحت 3. طب هنا المفروض ال3 اللي تحت يبقوا صغيرين عن العمود بلفة، عملته هنا ايه؟ نص عمود، عشان كده الشكل اصغر شوية. هو ده حلو وده حلو اهو، اشكال كتير مختلفة ليها اهي، واللي يريحكم. يعني انت حابة الشكل الكبير اعملي عمود بلفتين، عجبك الشكل الصغير اعملي عمود بلفة واحدة، اللي يريحك. ولو حابين ان انا اعمل تاني العمود اللي هو الصغير ده العمود بلفة قولولي وانا اعمله، مفيش مشكلة. طيب يلا ننضف الشغل. ابرة بقى مقاس صغير شوية، وهنداري الشغل كده، نداري الخيط ده تحت الشغل اهو قبل بقى ما اقصه واخلص، عشان الشغل يفضل نظيف. هو اصلا بالفعل احنا اشتغلنا عليه، فهو حتة يعني جزء كبير منه قوي الدارة. هبقى اقص دي انا خلصتها خلاص. الجنب التاني تحت الشغل برضو، اللي عايز يعملها بإبرة تنظيف براحتكم، اللي يريحك. عايزة تستخدمي إبرة يكون مقاسها صغير شوية، عايزة تشتغلي بإبرة التنظيف اللي يريحكم. هوريكم برضو إبرة التنظيف دلوقتي، بس أنا يعني بالنسبة لي تمام قوي الإبرة اللي هي المقاس صغير. كده تمام. القلب جاهز اهو. اللي عايز ينظف بإبر معدن تمام، في إبر معدن وفي إبر تانية اهي سيليكون او بلاستيك، بصراحة مش عارفة، في منها مقاسات واحجام.
صغيرة، بس انا انصحكم بالمعدن يعني بتعيش فترة اطول، لان البلاستيك او السيليكون ده اتكسر مني كتير قوي. خلاص انا كده خلصت القلب، وزي ما قلت لكم لو عايزين تعملوه يكون اصغر شوية اوكي براحتكم. طيب دلوقتي انا لما عملت القلب علقت له ميدالية صغيرة كده جميلة. دي طريقة، في ميدالية اهي، وفي واحد تاني عملته بعلاقة، يعني عاملاها له من نفس الخيط. هوريكم العلاقة دي بتتعمل ازاي عشان لو حد حب يعملها. هعملها لكم باللي هي الفتله الصغيره اللي قصيناها من القلب نستغلها يعني. يبقى اي خيط، مش شرط اللي انا قصيتها يعني، بس انا بوريكم. هنتنيها 2 كده بالنص، ونيجي من عند القلب من قدام من الدايره السحريه، دخلي الابره بس من ورا، قصدي انا اسفه اهي كده. دخلت كده، دخلت الابره من قدام اهي. الابره رفيعه على الخيط وبجد مزعجه قوي. طيب هسوي بس الخيط اهو. انا هستخدم الابره الكبيره لان الصغيره مش نافعه خالص. هاخد الخيط جوه الدايره، يعني هعديه من الدايره، الفتلتين هعديهم من الدايره واشدها كويس بس اهي. وبعد ما اتشدت تمام اربطيها بقى من فوق. الخيط طلع صغير، هنربطها من فوق بس وخلاص. يعني انا ربطها هنا، شوفوا عامله عقده صغيره خالص ازاي. شوف كده، حاول اربطها ثواني. ما عرفتش اربط الفتله الصغيره اللي فاتت، قطعت خيط تاني اكبر، دخلت كده بالابره شديته اهو. هسوي بس بالنص تمام كده، واخده الخيط الفتلتين الاتنين واطلع بيهم من قلب اهو كده، اضيقها تمام كده، واربطها بقى من فوق زي ما انت عايزه كده تمام اهو. نقص دول اهي. ظبطي بس، اهم حاجه تظبطي شكله كده كده. اتعمل له علاقه بالخيط لو انت مش عارفه تجيبي الميداليه. وزي ما وضحت، لو انت عايزه تعملي المقاس يعني، اولا القلب ده هو نفس طريقه القلب ده، هواها الابره والطريقه، بس هنا السمك الخيط ده يختلف عن سمك الخيط ده. يعني هنا لو وريتكم سمك الخيط هنا، شوفوا سمك الخيط هنا وسمك الخيط هنا يعني مختلفين جدا. علشان كده طلع لي النتيجة دي والنتيجة دي. وهنا سمك خيط مختلف طلع لي النتيجة دي، وهنا سمك خيط مختلف طلع النتيجة دي. فانت لما تشوفي الخيط عموما هتحددي الابرة المناسبة ليه. ولو انت لسه مبتدئة ومش عارفة تحددي الابرة، ابعتيلي وانا اساعدك. ولو انت برضو يعني حابة وانت هناك في محل الخيوط تسأليه لو سمحت الخيط ده يستخدم معاه ابرة كام، يبقى مشكور جدا لو ساعدك او ساعدتك. انا تحت امركم في اي استفسارات ابعتولي، وانا ان شاء الله هرد عليكم على طول. وهعمل معاكم برضو القلب اللي هو يعني مش عمود بلفتين، عمود بلفة زي ده، علشان اللي حابب يعمل الطريقة دي واللي حابب ينفذ الطريقة دي اللي يريحكم. ان شاء الله استنوني في فيديو قريب، وهنعمل حاجات جديدة وافكار جديدة مع بعض.